الدنيا مقفولة. ازيك يا ولد؟ استنى بس عشان مدام بوسي اللي جايبه النهارده العيش اخباره ايه بس عشان نبقى جايبه عيش يعني الله يرضي معاليك. قول لي 4 ونص برضه غير 6. ميرسي يا بنتي دايما كده يعني قلبك حنان على الغلابه والمساكين وابناء السبيل. لا بس المجهود يعني انا بقول لك منظر الاكل يفتح النفس. مدام ابتسام ممكن عم محمد ممكن تجيب واحد وسط ابتسام ايه بالبصل؟ ممكن واحد يا استاذ امين ويسكي. تسلم ايدك يا باشا. شكرا يا استاذ امين. الاستاذ امين يا جماعه صاحب البصل هو اللي جايب البصل تضرب بالايه؟ هاتوا ست جميله اهو بتجيب لنا اهو. ما تشغل يا استاذ حمدي بقى عشان لازم يتحل زيي. شاكرين يا استاذ محمد على الحلو اللي انت جايبه ده يا استاذ محمد. مش كده؟ كانه بنى وحل. سيبيه شويه كده يا دكتوره. بصوا بقى انا ما اعرفش استاذ محمد ده عايز ايه بالظبط كده. لا لا احنا اللي انا مش هزعل برضه خلي بالك يعني عشان بحبك انت رقم واحد. الله يبارك فيك. كده هخليكم بس احنا كلنا اكتر من اللازم والله. حضرتك ده حلو. ده مش اكل ده حلو. الدكتوره عايزه بسرعه. بصي انا هاخد شويه ترشي لكن لا جايه صبيه بالظبط. هي الفرق لما تيجي تقول لي طلبتك بسمنه لا على حسابك طبعا كده هجيب الماي وانا هاخد الترشي. لا انا هجيب لك ترشي مخصوص بقى. كيس مخصوص. موافقه. هجيب لك كيس مخصوص. اتنين والله. عشان انا مش هنزل. طب قولي امتى ولا جبت؟ اللي ندوه الجاي. بيقول لي هتيجي الجو المره الجايه دكتوره؟ الندوه الجايه على فكره بس انا مش عايزاه حالا. المرحوم احمد مصطفى. انا هجيب لك تاني لان انا هلف مرتين. استاذ احمد الله يرحمه. محمد بجد عليه وحشنا قوي كده. والله الراجل ده كان هاخد جيب بعدين. لا ما انا هلف تاني ما تقلقش. اتفضل يا استاذ حمدي اتفضل. يا فندم. عشان نهائي كويس. ايوه لما تاكل بصاره. بس خلي بالك حضرتك ان انا وعدهم بلفه تانيه. او محتاج يعني ميرسي يا دكتوره على الحلويات اللي بياكلها الباشمهندس ومش عارف هو رايه فيها ايه. مش عارف هو رايه فيها ايه. يعني بس واضح ان هو عشان دي القطعه رقم 9 فواضح ان هي جميله. انا بقول لك اهو كان انت عديتهم 9. انا كنت اقول لك 10. لا 9 بس. يبقى ناقص واحد. حلو.